السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحبايب كي نتوما لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ تكونوا ان شاء الله في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. يوميا هذا النهار جيتي ان شاء الله نقور واحد شوية البقولة ونقطع شطاب البقرة. كما كتشوفوا الحمار عندي بحال لاس، ونطلع فوق هاد الدلمة هاد الشجرة هادي ما نقطع لهم شطاب. البقولة تبارك الله نقور شي بركة. جمعت دابا قبايل من الجنان، مازال نزيد لان كاينه الجريحه بزاف، داكشي علاش البقوله شويه البرد. جمعت بركه قليله. دابا ان شاء الله ما نطلع فوق هاد الشجره هادي، ما نطيح لهم شطاب البقر. غنطلع راه فينا، ما نقدرش نصور نقطع ان شاء الله نوريكم من بعد ما قطعتها. الحمد لله طلعت قطعت ديك الحطاب وهبط، وهذا انا زلعته في الارض. منين طلعت مسكينه قطعتها، ولكن كل عام الحمد لله اطلق اللقاح. ماشي زعما صافي قطعت هذه بس ولا لا، كل عام كنقطعوا هاد الشجر كبارين كيطلقوا اللقاح. الشاقور باش كقطع وهذا ماضي كي داير حد باش يسهل عليا ملي كنطلع للفوق. صعيب ليا يكون شي حاجه ما ماضياش. دابا ان شاء الله منهز على الحمر ونطلع بحالي باش نوجد الغدا. ايوا هذه هي حالة الباديه. دابا بديت نهز على الحمار، كنهز شويه بشويه حيت صعيب عليا انني ناخذ بحال ما هيدا. كناخذ بحال ما هيدا ونحط فوق منه، نستف عليه مزيان. نستف عليه هذا الحميل اللي عندي في الارض كله، هو هذا كامل. هذا الحميل هذا نستفو عليه ونزير مزيان ان شاء الله، ونطلقوا على بركة الرحمن. دابا هزيت عليه شحال عندي كامل، غنمشيو ان شاء الله بحالنا كما كتشوفوا. بعض المرات الا كان الحال قريب نهز هذا الشيء على ظهري، ما نهزوش على الحمار الا كان الحال قريب. دابا بعيد شي شويه والعاقبه داكشي علاش استعملت الحمار. والحمد لله والشكر لله. مره نوريكم شويه من اليوميات ديالي. تبارك الله داز عليه كيمشي كيطير. دابا الربيع مازال صغير، داكشي علاش غنطيو البقره الشطاب. هذا الزرع الشعير، هذا سميتو الشعير باقي صغير، ما يصلحش لا للرعايه ولا للتحلاف. طريق طويله شي شويه، واحد 10 دقائق ولا هذا باش كنوصل للدار. واو العقبه ولينا نسخفو في العقبه، ما نقدروش نتمشاو بزاف واخا عايشين فيها كتغلبنا. الحمد لله قررت نوصل دابا للدار. الحمار ما طيح لي ما والو، الحمد لله. انا وصلت دابا نفسخ عليه مسكين واقيلا عيا، وندخل البقره ما داكل عاد نمشي نوجد الغدا.
لاحظتوا معايا كنت لتحت في ديك البلاصه لتحت. دابا حيت له ما ندخلوش لداخل عندي نطولو مع الشميشه ويسخون يرعى الربيع. كتشوفوا انا طولته دابا يبقى الا قات حتى 4 صغيور ويرعى يتشمش. اش غندخلو لداخل مسكين ناكل شتا ما نخرجوهمش كاع هو خوتو. نوريكم خوتو. هادو عطيناهم بانيو نعطيهم عدس بلي انا الا فلتو متجايش الدم وليدي. لا ربي كنربطوهم مزيان ما نطولوهم ما والو نعطيهم واحد نديرهم بحال الجفنه ونخولهم فيها تبني فيها ياكلوا. انا غسلت البقوله مزيان. هذه حريقه حنا نقول لها حريقه كل واحد كيفاش يسميها مزيانه قالك فيها الدواء بزاف. وهذا الربيع عندي مخلط اللي طلعت مال تحتها ان شاء الله نقطعهم ونديرهم يطيبوا في الكانون. ومرحبا بكم هانتوما معايا كتمتعوا. الحمد لله عندي ماضي قطع هذا رقاقين. واخا هاد الربيعه هادي نوض بحال هي ضربك الضوء البلاصه اللي كضربك فيها كتنوض فيها الحبوب. دابا تقريبا قربت نكمل البقوله اللي عندي. نص ماضي مع الزربه دغيا ها. ما نجيبوش الكميه كبيره هاد البقوله نجيبو اللي قياس ما يكفينا داك الشيء قليل لان حنا تبارك الله ديما عندنا ما كنشريوها ما والو وقتاش ما بغيناها تصاوبوها. وقتاش ما بغيتي تمشي تجيب البقوله سير جيب البقوله عندنا في الجنان. دابا ان شاء الله نمشي نشعل العافيه باش نطيبها. شعلت كانون وعملت طاوه فيها الماء حتى يغلي. ها باقي دابا الماء ديالها بارد ومن يغلي ان شاء الله عاد نعمل فيها البقوله لان انا عملت فيها الماء بارد ما كيبغيوش يطيبوا. كان تقروا ولا كيجيفوا حنا ولا يجيفوا الا جافوا هما ما كيبغيوش يطيبوا ولا كيبقاو واخا هي اللون ديالها بحال اللي هي طايبه ولكن ملي كذا من ظهر كتبقى تغوت في سنانك كتبقى تعزعز. داكشي علاش دابا حتى يقلب الماء وان شاء الله نجي نخوي فيه ديك البقوله اللي اللي قطعت. طاوه دغيا غلات معينها ندير فيها مجهيده. ها نتوما دغيا اللي باغي الزربه وهذا الغدا ديالو مشى دغيا استعمل كانون. هانتي دابا نحط ان شاء الله البقوله. بسم الله. نحط طيب نسد عليها ونمشي نجمع على الشرموله دغيا دغيا ونقلي الحوتين ان شاء الله والفريت. ايوا هذا هو الغدا ديالي على قد الحال. تبارك الله. ها الشي قليل ها بحال الشلاضه لان البقوله نديرو عاشكل شلاضه
ماشي هو الطبق الرئيسي. عاش لهضه نسدو عليها. ان شاء الله دابا غنمشي نجمع الشرموله ونقلي الحوت ونقلي هذا ونتغداو باذن الرحمن. نجيو مع الغدا ديالنا حساب. نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالمنظر. مشينا جبنا شطاب البقار، قورنا البقوله وحنا صيبناها ان شاء الله الغدا. مازال النهار تبارك الله طويل، مازال فيه الشقه، مازال نشرب البقار، مازال عمرت بالمنادر، مازال ندير الميناج البهايم والبقار نشطب لهم. هادشي كله كيكون في اليوميه يوميا. هذه هي حالة البادية. نتلاقاو في الفيديو الماجي بإذن الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.